لكم بالذي لا اله الا هو، والله كل يوم انا حلفت كل يوم من لو 19 فبراير حتى لو 19 مارس كل يوم نقرا 3 احزاب واصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 3000 مره، ونرفد لكم نص ساعه الى ساعه دعاء يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، الى درجه انني والله رايت النبي صلى الله عليه وسلم. يا رشيد الجزائر تستاهل باش تدافع عليها. المعقات والدماء الزاكيات الطاهرات، نحن ظل في حياة الأممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر، فاشهدوا 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 على مهمة الجهاد. عيد شرطة سيدي بلعباس اليوم أحبطت مخطط إجرامي دبرت خيوطه في المغرب. هذا المخطط الإجرامي يقول الخبر شرطة سيدي بلعباس مع نهاية الأسبوع الماضي أحبطت مخططا إجراميا تم تدبيره انطلاقا من المغرب في محاولة لضرب الاقتصاد الوطني، المتمثل في طرح للتداول بالسوق الوطنية أوراق النقدية مزورة عشية حلول عيد الأضحى المبارك. كل هذه الأموال اللي راكم تشوفوها مزورة. منكم ايد واحده في كل حاجه. يا بخت البلد بيكم حقيقي بقى، يا بخت البلد بيكم. ان شاء الله هتتعلموا وتتخرجوا وكل واحد فيكم هيمسك حته كبيره قوي قوي في بلده. انا همسك حته قد كده، انا حر بقى امسك الحته اللي على مزاجي. من فئة 2000 دينار جزائري، وقدر المبلغ الإجمالي تاع المزور هو 321 مليون سنتيم مزورة كما راكم تشوفوا، كلها من ورقة 2000 دينار جزائري وكلها مزورة. يخرب عقلك ده انت مسخره. هذه القضية جاءت إثر استغلال معلومة مفادها استعداد مجموعة إجرامية لطرح أوراق نقدية مزورة على مستوى ولاية سيدي بلعباس. مليح أنه بناء على معلومة كاين تحرك أمني، يعني كاين يقظة، ما نستناوش حتى يغرقوا السوق بالاموال المزوره، ولكن بناء على معلومه تم مباشره التحريات من طرف المصلحه الولائيه للشرطه القضائيه تحت اشراف النيابه المختصه، اسفرت على تحديد هويه المشتبه فيها الرئيسي المكلف بانجاز وطبع العملات المزوره وتوقيفه في حاله تلبس بمقر سكنه. هو حول السكن اصلا الى ورشه سريه لطبع الاوراق النقديه المزوره. أفضى التحقيق مع المشتبه فيه إلى المشتبه فيه الرئيسي من ولاية سيدي بلعباس إلى كشف تفاصيل المخطط المنتهج من قبل هذه الشبكة الإجرامية المنظمة المتكونة من 4 أشخاص يقودها الرأس المدبر انطلاقا من المغرب. انطلاقا من المغرب، هذا الأخير أي الرأس المدبر في المغرب استعان بشخصين ينحدران من مدينة مغنية لتهريب الورق ومواد أخرى، يعني هو يهرب لهم الورق ومواد أخرى تستعمل في تزوير العملات النقدية، ومن بعد يروحوا بها عند هذا المشتبه الرئيسي في الورشة تاعو في سيدي بلعباس، والذي قام يعني يكلف بتزوير وطبع العملة وطرحها في السوق، لا سيما على مستوى سوق المواشي. تعرفوا باللي الآن أكثر حركة للأموال ستكون في أسواق الماشية، فحذاري. منكم ايد واحده في كل حاجه. يا بخت البلد بيكم حقيقي بقى، يا بخت البلد بيكم. ان شاء الله هتتعلموا وتتخرجوا وكل واحد فيكم هيمسك حته كبيره قوي قوي في بلده. انا همسك حته قد كده، انا حر بقى امسك الحته اللي على مزاجي. من الأوراق النقدية المزورة. فعلى مستوى الأسواق الماشية على أن يتم تعميم العملية في مرحلة ثانية على باقي الولايات الغربية، يعني تجربة في بلعباس ومن بعد نعموها، مازال العيد وبقينا، فممكن نديروا الكمية كبيرة من الأموال المزورة. تم توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم بينهم امرأة، ضبط وحجز أوراق نقدية مزورة كما قلنا، حجز العتاد والورق الفضي وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، والذي وجه لهم تهمة تكوين جمعية أشرار لإعداد جناية تزوير أوراق نقدية لأجل طرحها للتداول ضمن كيان إجرامي منظم عابر للحدود. هذا فيما يرتبط
بالخبر نتاع يخرب عقلك ده انت مسخره.